السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تانية ثانوي الجمال عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في ويك 4 تقييمات ويكلي اسسمنت وهوم بيرفورمانس وكل حاجة. استعدوا علشان ده كان بيتكلم عن الهايبريدايزيشن وبيتكلم عن الثيوري بتاعت الفي بي تي، فهو مهم مهم مهم. التوبيك ده في بعض الناس بتسترخمه، بس واحدة واحدة تعالى نحل وان شاء الله ما يبقاش في حاجة صعبة خالص. صلي على النبي الاول وتعالى نقرا اول سؤال. اول سؤال بيقول إيه يا دكتور محمود؟ بيقول هايبريد اوربيتال. احنا فهمنا يعني ايه هايبريد اوربيتال بقى، اللي هو ايه اس بي واس بي 2 اس بي 3 والكلام ده. لما احنا خدنا الهايبريد اوربيتال يا اولاد، خدنا انه اوربيتال غريب شويه، ان هو مور بروترودد. يعني الاوربيتال العادي مثلا بتاع البي، بص شكله بيبقى عامل ازاي. اتخن حته فيه هنا، ده لا، اتخن حته فيه في النص. لكن الاوربيتال ده اتخن حته فيه لبره شويه، مش في النص. فده سميناه كده اكثر بروزا للخارج. وحته ان هو بارز شويه للخارج ده بيعمل ارتباط قوي. فده من الحاجات اللي بتعمل بوند قويه بجد. الهايبريد اوربيتال، مجرد ما تشوف هايبريد يعرف اوربيتال يبقى على طول قوي. فالاجابه تبقى سي، ان هو مور بروترودد، اكتر بروزا للخارج، كمان مور كابيبل تو اوفرلابنج، اكتر قدره ان هو يتداخل ويكون بوند قويه بجد. قويه بجد. عارف لما مد ايدي جامد هعمل معاك ماسكه قويه، لكن لو مدت ايدي على استحياء همسكك ماسكه ضعيفه. فهو بارز يعني. all of the following، يا واحد الله عليا، بسم الله. all of the following are conditions for hybridization except. ماشي، انا عايز شروط الهايبريدايزيشن. الهايبريدايزيشن ما كانتش كتيره، هي كانت مجموعه كده. تعال نشوف مين مش فيهم. انا عايز حاجه غلط. هل انها بتحصل ما بين اوربيتالات سيم اتوم؟ طبعا. قلنا ان انا باخد مثلا كربون، فباخد ال2 اس وال2 بي اوربيتالز بتاعت نفس الكربون وادمجهم مع بعض، فدي صح. طب اوكير بتوين اوربيتالز ذات ار كلوز ان انرجي، صح. يعني مثلا 2 اس و2 بي ممكن اعمل، لكن 2 اس و3 بي بعاد عن بعض في الانرجي. الالكترون اوف اتوم ماست بي اكسايتد، لا. بص الهايبريدايزيشن ممكن يحصل وزاوت اكسايتيشن. اديك اكزامبل على حاجه احنا خدناها في الحصه. حصل هايبريدايزيشن وزود اكسايتيشن. اكزامبل كان موجود في كتاب المدرسه وهو ال NH3. حصل يا صديقي العزيز هايبريدايزيشن وزود اكسايتيشن، وده كان اكزامبل مهم لازم تعرف، فمش شرط. وانا ما قلتلكش من ضمن الشروط ان لازم يحصل اكسايتيشن. انا امتى يحصل اكسايتيشن؟ لو انا مثلا عايز اعمل 4 بوند وانا ما عنديش غير 2 سنجل الكترون. فاهم؟ طيب. عدد الاوربيتال انترنج اللي داخله يساوي عدد الاوربيتال اللي خارجه. ما انا ما ينفعش اكل حاجه في الهايبريدايزيشن. انا دلوقتي دمجت 3 كوبايات عصير في الخلاط، يطلع لي 3 كوبايات قصادهم، ما ينفعش يعيب عليا، صح؟ يبقى الاجابه الغلط سي. ويلا اسرع شويه. انا عايز هنا مين اللي بيعبر عن الهايبريد كربون اتوم ان الميثان سي اتش 4؟ بص يا صديقي العزيز، احنا كان عندنا 2 اس 2 2 بي 2 في الميثان. دمجنا دول مع بعض، الاربعه اوربيتال دول اللي هم الاوربيتال بتاع الاس والثلاثه بتوع البي، اندمجوا مع بعض. اندمجوا مع بعض فطلعوا لي 4 اوربيتال شبه بعض، اسمهم اس بي 3. فاكر؟ عشان كده انا هختار الانسر بي، اللي هم 4 اوربيتال هايبريد جوه الكربون بتاعت الميثان. لان احنا قلنا كربونه الميثان قليله الادب. اول حاجه اكسايتد، تاني حاجه هايبريدايزد اهو. ولكن الاوربيتال ده بتاع ال1 اس 2، فده ملناش دعوه بيه، ده يعني غلبان والله ما بيعمل اي حاجه يا جدعان في حياته. فده ايه، سيبكم منه شويه. تعال نكمل ونخش على السؤال اللي بعده، اللي بيقول لك انا دلوقتي عندي هذا الكومباوند اسمه هيدروجين ساينايد. همك في حاجه الاسم؟ لا. بيقول لك بقى دلوقتي ان في سيجما بوند اتكونت ما بين الكربون والهيدروجين، ماشي. وفي سيجما بوند ما بين الكربون والنيتروجين، حلو. معموله ما بين اوفرلابنج ما بين اني اوربيتال. طب تعال نفكر واحده واحده. انا هرسمه وهوضحه بشكل اكثر وضوحا. لا لا لا، غلط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا صديقي العزيز، لازم تبقى عارف حاجه، ان دي كده باي بوند ودي باي بوند، وان اللي في النص ما بينهم دي هي دي السيجما بوند، وان دي سيجما بوند. دي معلومه مهمه لازم تكون ايه عارف. طب انا عرفتها يا دكتور محمود. تعالى بقى نفكر، السيجما دي ناتجه من مين ومين؟ يا ابني والله العظيم عمال بحلف لك، الهيدروجين ما عندوش غير اوربيتال واحد هو اللي بيعمل بيه اوفرلابنج وبيكون بيه بوندات، اوربيتال ال1 اس 1. شكرا. يبقى دي ثابته معانا في كل اوربيتال اس. الكربون، بص حبيب قلبي، الكربون عشان يكون سيجما بوند احلف وتاكد ان هو داخل بهايبريد اوربيتال. حلو حلو. كذلك حاجه زي النيتروجين، زي ما خدنا في كتاب المدرسه، لو هيعمل سيجما بوند احلف وتاكد انه معاه هايبريد اوربيتال عامل بيه السيجما بوند. يعني الكربونه والنيتروجين دول عاملين هايبريد، عاملين يا عم. طب الكربونه عامله ايه؟ نعرف ازاي النوع؟ عد السيجما زائد اللون بير. الكربون معلوش لون بير وفي 2 سيجما حواليه. طب لو مجموع 2 زي ما خدنا في اللو اللي انا اديته لك، يبقى النوع اس بي هايبريدايزيشن. خلاص، يبقى ده عنده اس بي اوربيتال داخل بي، وعنده اس بي اوربيتال هنا داخل بي. تعالى في النيتروجين.
هو النيتروجين يا دكتور محمود عامل هايبرد؟ قلت لك مش عامل سيجما، يبقى لازم يكون عامل هايبريدايزيشن، لازم يكون داخل بهايبريد اوربيتال. طب النوع بتاعه اعرفه ازاي؟ يلا نعد. في لون بير ولا مفيش لون بير؟ في لون بير على النيتروجين، اوعى تنساه، على طول بنرسمه. حلو. عندي هنا اهو لون بير، وعندي هنا سيجما بوند، يبقى التوتال 2، فيبقى النوع برضو اس بي. يبقى النيتروجين عامل السيجما بوند دي باس بي، عامل السيجما بوند دي باس بي. يلا بقى نختار هنا اس مع اس بي. السيجما الاولانيه دي اس مع اس بي، اس مع اس بي فين نختارها دي؟ لا دي لا، دي لا، اس مع اس بي. والتانيه اس بي مع اس بي اهو، اس بي مع اس بي. يلا يا عم، سؤال لذيذ جدا جدا جدا. تعال نكمل ويلا بينا. according to VBT which of the following express the readiness، استعداد الاكسجين اتوم to form covalent bond in الووتر molecule. استعداد يعني الاكسجين اتوم بتعمل ايه علشان تقدر تكون الكوفالنت بوند مع الهيدروجين مولكيول. تعال نفكر. هل بيقول لك هل بيحصل اكسايتيشن ولا بيحصل هايبريدايزيشن ولا ايه بالظبط؟ طيب انا بصراحه محتاج ان انا يعني احاول اكون خلفيه عن الموضوع. هشوف مولكيول الميه عامل ازاي. مولكيول الميه عامل كده. حلو. ومهم ان انا اشوف الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الاكسجين برضه، يبقى انا ببص على الحاجتين دول، ابص على اللوث ستراكشر وابص على الالكترونيك كونفيجريشن. الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الهيدروجين قد ايه؟ 1s2، 2s2، 2b2. حلو. صح كده؟ لا غلط، 2b4. حلو. نبص على الفالنس الكترون اهي، موجودين هنا في الكترونين، وعندي هنا الاوربيتالات بتاعتي بالشكل ده. حلو، كلام محترم. انت يا دكتور محمود دلوقتي عملت ايه؟ خلينا اما اقول لك انا عملت ايه يا عم. انا كل اللي انا عملته ان انا مكون هنا كده اهو سيجما بوند، صح، ومكون هنا سيجما بوند، صح. قلت لك طالما في سيجما، طالما في سيجما عندك هنا، شك ان في ايه؟ ان في هايبريد اوربيتال، ان السيجما دي متكونه بهايبريد اوربيتال من هنا مع هايبريد اوربيتال من هنا. ايه ده يا دكتور محمود؟ يعني الميه دي عامله هايبريدايزيشن؟ وهحدد نوعها دلوقتي حالا. هعد عدد السيجما زائد عدد اللون بير. الاكسجين دي حواليها 2 سيجما، صح، عندها 2 لون بير اهو واهو، صح. بعتذر عن الانقطاع، 2 لون بير و2 سيجما، يبقى التوتال 4. طالما التوتال 4 يبقى نوع الهايبريدايزيشن بتاعي ده ايه يا دكتور محمود؟ اس بي 3. حلو. يبقى هي اكيد داخله من هنا باس بي 3 عامله بيه السيجما بوند دي، وداخله من هنا باس بي 3 عامله بيه السيجما بوند دي، خلاص. وطبعا كده كده الهيدروجين بيقابلها من الناحيه الثانيه هنا باس وهنا باس. طيب هسالك سؤال هنا دلوقتي، هل انا هنا هعمل هايبريدايزيشن من النوع اس بي 3؟ يعني همسك دول كده واضربهم في الخلاط مع بعض يطلع لي 4 اوربيتال كده، 1 2 3 4 5 6، صح؟ صح. هل هنا احتجت اعمل اكسايتيشن؟ والله يا دكتور محمود لا، انا ما احتجتش اعمل اكسايتيشن. هو انا امتى كنت محتاج اعمل اكسايتيشن؟ لو انا مثلا محتاج اكون 2 بوند بس ما عنديش هاف فيلد اوربيتال، او عندي عدد اقل، واحد هاف فيلد. طب انا هنا عندي 2 هاف فيلد اوربيتال وبكون 2 بوند، انا مش محتاج اكسايتيشن خالص، مش محتاج ان انا ازود عدد الهاف فيلد اوربيتال. دي الفكره. بلس انا يا عم يعني انا في الكربون ليه كنت بعمل اكسايتيشن، او ليه كان عندي اوبشن اعمل اكسايتيشن؟ اقول لك. لان انا في الكربون كان عندي 2 اس 2، 2 بكام؟ 2. فكان المنظر كده، كان عندي هنا فيسنت اوربيتال. طالما عندي فيسنت اوربيتال ممكن اعمل له اكسايتيشن. لكن هنا في الميه عندي اوربيتال فاضي، لا، يبقى هعمل اكسايتيشن ازاي؟ يبقى دي كانت الفكره بتاعتنا. تعالى بقى نختار من هنا، هل هيحصل اكسايتيشن؟ لا، نو اكسايتيشن، صح. هايبريدايزيشن نوع اس بي 3، هي دي الاجابه الصحيحه. which of the following represent electronic distribution of الكربون اتوم نمبر 2 in the corresponding molecule. ادي يا عم الكربون نمبر 2. عايز جوايا كده عامله ازاي؟ اولا كربون غالبا بتكون اكسايتد وهايبريدايزد. حلو. ازاي انها هتكون هايبريدايزد؟ ايه نوع الهايبريدايزيشن هنا؟ والله يا دكتور محمود تعالى نعد. كم؟ مفيش لون بير كده كده على الكربون. دي وحده سيجما اهي، وواحده سيجما اهي، وواحده سيجما اهي. لما يكون التوتال 3 سيجما يبقى النوع بتاعي اس بي 2. حلو. الاس بي 2 ده نشأ ازاي؟ تعال نشوف. انا كان عندي 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 2، اللي هي كانت عامله كده. حلو. كل اللي بيحصل ان انا باخد الكترون من الاس هنا وارحله فين؟ وارحله هنا، صح. بعد كده انا بعمل اس بي 2، يعني واحد اس مع 2 بي، فانا هاخد الاس ده مع الاتنين بي دي، صح. لما اخد الاس مع الاتنين بي انا هكون الاس بي 2 هايبريدايزيشن. اللي فيها كام الكترون دي؟ والله يا دكتور محمود ادي الكترون، وادي التاني وادي التالت، 3. هما 3 اوربيتال ب 3 الكترون. وهيبقى لي اخر بي اللي هي البي زد، هتنزل زي ما هي فيها الكترون ما لمستهاش. فانا هختار من هنا. تعال نفكر. اول اجابه غالبا هتبقى الصح، 1 اس 2. اس بي 2 فيها 3 الكترون اهم، مش مهم اجمعهم او افردهم عادي. وبي زد فيها الكترون.
السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده بيقول الآتي، بيقول لك the sigma bond between two carbon atom in الإيثيلين molecule C2H4. السيجما بوند ماشي is formed as a result of overlap between any orbitals. خلي بالك انا بقول لك ما بين الاثنين كربون اتوم. حلو. فانا هنا محتاج طبعا كده كده ان انا ارسم الايثيلين مولكيول. خلي بالك ان الايثيلين هو الايثين، لكن الايثاين ده حاجه مختلفه، الاين حاجه مختلفه. الايثين او الايثيلين ده الدبل بوند، كربونتين ما بينهم دبل بوند بس وكملهم هيدروجين. كل كربونه عندها 2 ليه؟ عشان يبقى كل كربونه عندها 4 بوند. كل كربونه عندها 2 ليه؟ عشان كل كربونه يبقى عندها 4 بوند. انت بتقول دلوقتي ان انا عندي سيجما، صح؟ دي سيجما واللي فيها باي، مش هتفرق مين فيهم سيجما مين باي. بص، مش كربونه عامله سيجما، تاكد انها بهايبريد اوربيتال. يبقى في هايبريد اوربيتال من هنا مع هايبريد اوربيتال من هنا وش. طب هي الكربونه دي عامله هايبريديزيشن نوع ايه؟ ده عندها 3 سيجما، 1 2 3. خلاص، السيجما اللي هي تحت دي يعني 1 2 3 يبقى من النوع اس بي 2. كذلك الثانيه عندها 3 سيجما يبقى من النوع اس بي 2. ويبقى هي دي الاجابه الصحيحه، ان هي اس بي 2 مع اس بي 2. تعال نشوف اللي بعده. Which of the following describes the orbital involving information sigma bond ما بين الكربون اتوم والاكسجين اتوم in the formaldehyde showing in the figure. اوكي، مين مع مين يا ترى؟ هل اس بي 2 مع اس بي من الاكسجين؟ طب اس بي 2 مع اس بي 2 ولا ايه بالظبط؟ واحده واحده. احنا قلنا ان هنا دلوقتي في سيجما بين الكربون والاكسجين، يبقى اكيد هايبريد من هنا مع هايبريد من هنا. مش هي سيجما؟ يبقى هايبريد مع هايبريد غالبا، ما عدا لو هيدروجين غالبا هيكون هايبريد مع اس. الهايبريد اوربيتال بتاع الكربونه دي ايه؟ الكربونه دي شفتها قبل كده يا دكتور محمود، ده نوعها اس بي 2. الاكسجينه ده يا دكتور محمود تعالى كده نرسمها في مكان اخر. الاكسجينه دي كانت ماسكه بدبل بوند مع الكربون. اي اكسجينه عندها 2 لون بير، خلينا متفقين على كده صح؟ بس الكربونه دي عندها كام سيجما محوطاها؟ مش هي دبل بوند؟ يبقى واحده سيجما والثانيه باي. معنى كده ان الكربونه دي مش زي بتاعه الميه، دي عندها 2 لون بير وواحده سيجما بس، المجموع 3 يبقى من النوع اس بي 2. من النوع اس بي 2 لان المجموع 3. فخلاص يبقى هنا الهايبريد اوربيتال بتاعنا اس بي 2. يبقى هنا اس بي 2 مع اس بي 2. فين الاس بي 2 مع اس بي 2؟ اللي هي الانسر بي. ايه هنا بيعبر عن عدد البيور اوربيتال اللي داخله في هايبريديزيشن اس بي 3. احنا قلنا الاس بي 3 لما يكون عندي 4 هايبريد اوربيتال، واحد اس اندمج مع 3 من البي، صح كده؟ بس خلي بالك بقى ان اللي هيغلطك ان انت مش هتاخد بالك من حرف الدي. خلي بالك ان انا قلت لك ان في نوع من الهايبريديزيشن تبقى داخل فيه الدي عادي. بص عشان تعرف الشكل ده كام هايبريد اوربيتال داخل فيه سهل جدا. انا كاتب كام اس؟ واحده يبقى 1 اس. كام بي؟ 3 سهله يبقى 3 من البي. كام دي؟ واحده سهله 1 من الدي. يبقى كل اللي انا دمجته هنا 1 اس 3 بي 1 دي، يعني 5 اوربيتال اندمجوا. الموضوع مش صعب. طب اقول لك على حاجه لو صعبه جرب دي، اس بي 3 دي 2 يبقى كام اوربيتال؟ 6. اللي بعده انا عايز مين هنا بيحتوي على 2 تايبس اوف بوند. 2 تايبس اوف بوند هنا تبقى بي. ليه؟ بي اي سي ان ان براكت 2. الباريوم ده يا اولاد ميتال. طيب السي ان دي اتوميك جروب. وانس ان انت لاقيك ميتال مع اتوميك جروب اعرف ان دي ايونيك بوند. ليه؟ لان الميتال بيكون بوزيتيف والاتوميك جروب بتبقى دايما شايله تشارج، في الحاله دي نيجاتيف. بوزيتيف مع نيجاتيف ايونيك. طب حاجه ثانيه، السي مع الان البوند اللي ما بينهم كوفيلنت، لان السي والان نون ميتال، فتبقى الانسر بتاعتنا هي بي. طيب الحمد لله، الله الموفق والمعين. زي ما قلنا قبل كده في ويك 3 ان في ويك 4 الموضوع نفس الكلام. احنا عندنا 3 نماذج A وبي وسي. ايه هي الاسئله اللي بنتعرف عليها لاول مره فبنطول فيها؟ بي وسي بيبقى شبه النموذج ايه. Although carbon atom has 2 امبيرد الكترون في الجراوند ستيت، ماشي عندها 2 امبيرد في الجراوند ستيت، مع انها بتكون 4 كوفيلنت في الميثان مولكيول. صباح الفل، ده سؤال نظري مباشر جدا. ازاي عامله 4 وهي عندها 2 بس؟ لانها بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اكسايتيشن. طيب بيقول لك هنا اعرف لي نوع الاوربيتال اللي داخل في تكوين البوند ما بين الكربون رقم 1 والهيدروجين ايه؟ اتوم. كربون رقم 1 والهيدروجين اتوم. بص حبيب قلبي، الكربون دي مع الهيدروجين بتكون عامله بوند. كلنا عارفين ان اي كربون مع هيدروجين، او انت بص هنا فكها، السي اتش 2 دي فكها كده، سي اتشاي اتشاي، واضح قوي انها سنجل بوند، فهتبقى نوعها ايه؟ سيجما. سيجما يبقى لازم أن يكون داخل فيها هايبريد من الكربونه مع بيور اس من الهيدروجين. اصل الهيدروجين ما حلتوش غير الاس.
الهايبريد من السي هنحدد نوعه بكل سهوله زي ما اتعلمنا من القانون. انا عندي هنا اهو عندي كام سيجما؟ دي واحده السيجما، الثانيه الثالثه 3، يبقى النوع اس بي 2. فيبقى الاجابه يا دكتور محمود اس بي 2 اند اتش، سوري اتش اند اس، اس بتاعت الاتش اند اس. السؤال اللي بعده بيقول لك وات از نمبر اوف باي بوند اند نمبر اوف الكترون دينستي، اوكي، او دينستيز اللي هي دينست ريجن يعني، اراوند الكربون اتوم نمبر 5. طيب بص، دي الكربون اتوم نمبر 5. معنى ايه كلمه نمبر اوف الكترون دينستي؟ فاكر القانون اللي بتاعنا اللي كان بيقول عدد السيجما زائد او بلس الايه، بلس اللون بير. القانون ده اصلا يعني ايه اللي احنا بنحسبه بيها؟ يعني احنا بنحسب ايه باللو ده؟ في ناس مش عارفه. بنحسب حاجه اسمها نمبر اوف الكترون دينستي، يعني الاماكن اللي متواجده فيها الالكترونات. فانا لما ابص هنا هلاقي ان كل دي كده منطقه متواجد فيها الكترونات. في الكربون رقم 5 كل دي بمنطقه واحده، ودي كمان بمنطقه. فيبقى انا عندي كده كام ريجن؟ 2 ريجن اوف الكترون دينستي. انا كده جبتها بالعين، طب انا عايز اجيبها باللو. حبيب قلبي زي ما احنا، اللون بير زيرو، ما عندناش لون بير. طب السيجما ادي واحده، ودي كده في واحده هنا اهي، يبقوا 2، يبقى التوتال 2. فهتجيبها بالطريقه اللي هو العادي، سيجما زائد لون بير، او هتجيبها زائد فيسيبر لما ناخدها في فيسيبر لو انت لسه ما خدتهاش معايا ولسه ما حضرتهاش، بحته ان انا التريبل بوند او الدبل بوند كلها تعتبر بريجن. خلصنا من دي، وكده احنا عرفنا ان احنا عندنا 2 ريجن. عدد الباي بوند طبعا دي تريبل بوند فيبقى فيها 2 باي. طيب element x located في الجروب 15 of periodic table. الجروب 15 ده اللي هو ال 5A. لو انت معاك بريودك تيبل هتجيبه منها. طب انا مش معايا بريودك تيبل يا دكتور محمود. حبيب قلبي سهله، طالما ان احنا يعني من اول مثلا ال 13، من اول ال 13 ولحد ال 17 كده، دي كل الارقام اللي انا بقولها دي اسمها كولوم. انا عايز احولها لجروب عشان انا مذاكر الجروب، ماينس 10 على طول. فلو انا قال لك انا مثلا في الجروب 13، قول له ده انت اكيد 3 ايه. قال لك انا في الجروب 17، قول له انت اكيد 7 ايه. قال لك انا في الجروب 15، قول له انت اكيد في ال 5 ايه. كده انت ذكي. من 13 ل 17 هتماينس 10، فتحول الشكل اللي انت مش عارفه او مش عارف ده ايه، ده في مين اليمنتس ده، الى جروب انت مذاكره 5 ايه مثلا. ليه؟ طب انت عملت كده ليه؟ عشان عارف ان 5 ايه في نيتروجين. طيب دلوقتي بقى بيقول لك ان هو عامل اكس اتش 3. طب ما ده سهل زي الان اتش 3 كده. ايه نوع الهايبريدايزيشن في السنترال اتوم؟ والله انا خدت يا دكتور محمود في كتاب المدرسه ان هي اس بي 3 ده نوعها. سنترال اتوم، سنترال اتوم اوكي، in all the following compound نوعها sp2 except C2H4 اللي هي كانت رسمتها كده. ها، الكربونه دي عندها 3 ريجن، ادي سيجما الثانيه الثالثه ومفيش لون بير، يبقى من النوع sp2 صح. نفس الكلام اللي عندي باي بوند هنا اكيد هتبقى هي. الميه يا ولاد هي اللي مختلفه ليه؟ لان احنا كنا لسه عاملين الميه من شويه عندها 2 لون بير و2 سيجما، يبقى التوتال 4، يبقى من النوع sp3 هي المختلفه. عايز اعرف هنا اتنين يكونوا عندهم نفس نوع الهايبريدايزيشن بالظبط. اتنين يكون عندهم نفس نوع الهايبريدايزيشن. بص كده سي، الميثان سي اتش 4 مذكور عندنا في الكتاب ان هو اس بي 3. طب الميه اتش 2 او دي بقى انا رسمتها لك ولسه كاتب لك فوق انها من النوع ايه يا صديقي العزيز؟ اس بي 3. ليه ما فيش اكسايتيشن بيحصل في الاكسجين اتوم لما بتيجي تعمل ووتر مولكيول؟ قلت لك ليه ما اعملش اكسايتيشن؟ لان انا ما عنديش فيسنت اوربيتال، انا كميه توزيع عامل ازاي؟ اس 2 بي 4. طيب فين انا الاوربيتال الفاضي اللي عندي اللي هعمل له اكسايتيشن؟ انا امتى بحتاج اعمل اكسايتيشن؟ لما يكون زي الكربون عندي كان اوربيتال فاضي تماما ما فيهوش الكترونات، فبعمل له اكسايتيشن. لكن لو ما عنديش ما احتاجش. حاجه تانية، انا اوريدي عندي 2 سنجل، يعني هعمل الاثنين بوند بتوعي، انت ليه تخصبني اعمل اكسايتيشن؟ يا رب تكون مفهومه. طيب بيقول لك هنا identify type of orbital involved in formation of bond between carbon atom 3 و4. 3 و4 البوند اللي ما بينهم. بص يا صديقي العزيز، البوند اللي ما بينهم دي باين انها سيجما، يبقى اكيد هايبريد من هنا مع هايبريد من هنا. الهايبريد بتاع الكربونه دي عندها تريبل بوند، فعلى طول بقى احنا خلاص حفظنا انها اكيد عندها من نوع اس بي. دي ما عندهاش تريبل بوند، دي هتتفك كده، الاتشتين يتفكوا كده وعندها واحده كده وواحده كده، يعني عندها 4 سيجما، فتبقى من النوع اس بي 3. يبقى عندي اس بي 3 مع الاس بي. عدد السيجما بوند ما بين الكربون اتوم والهيدروجين اتوم ان ذا مولكيول. عدد السيجما بوند ما بين الكربون وما بين الهيدروجين، انا مش عايز ما بين الكربون والكربون، ما بين الكربون والهيدروجين بس. فركز بقى معايا.
دي كربونه ايه، ما كربونه وهيدروجين سيجما، لا دي كربونه وكربونه غلط. دي لازم نفكه، لازم نفكه كويس. يعني دي مثلا تتفك ازاي اهي، دي تتفك لكده وكده، دي كمان تتفك ازاي لكده، دي تتفك ازاي، دايما الهيدروجين يتحط على الاطراف كده. فهتلاقي ان انت عندك ادي بوند اهي واحده، وادي التانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، فاصبح توتال 6. هاو ميني سيجما بوند بقى ما بين الكربون والهيدروجين ما هو ده الستة، المفروض تتكتب هنا اصلا، سوري. طيب يلا، بيقول لك هنا ايه، بيقول لك هنا which of the following express the orbital في formation البونز ما بين الكربون اتوم في الايثيلين مولكيول. انا عايز ما بين الكربون والكربون. طيب الايثيلين احنا قلنا ده الدبل بوند كده وكده اهو. حلو. الدبل بوند بتبقى عباره عن ايه وايه يا دكتور محمود؟ واحده سيجما واحده باي. الباي اعرف على طول انها بي مع بي، بي مع بي. يا ترى بقى بي مع بي مين؟ يعني بي واي مع بي واي، ولا بي زد مع بي زد، ولا بي اكس مع بي اكس؟ هي كده بقى اللعبه. سيجما يبقى على طول هايبريد مع هايبريد. نعرفها ازاي؟ واحد حافظ الايثيلين، واحد فاهم الايثيلين. يا دكتور محمود انا هشوف الكربونه دي بيحصل فيها ايه. الكربونه دي يا دكتور محمود كانت عباره عن اس2 و 2 اس2 2 بي 2. بعد كده حصل اكسايتيشن فبقت 2 اس 1 2 بي 3. حلو. يا دكتور محمود ال 2 بي 3 دي كانت عباره عن 3 الكترون كده، بي اكس بي واي بي زد. يا دكتور محمود انا عندي هنا 3 سيجما محاوطين الكربونه، يبقى نوع الهيبريدايزيشن بتاعي هو اس بي 2، يعني واحده اس و2 بي. فيبقى انا يا دكتور محمود همسك في الخلاط كده الاسايه دي مع 2 بي، من هنا باخد الاقرب. فيبقى مين اللي اتساب زي ما هو هعلمه بلون مختلف، ما حصلوش هايبريدايزيشن، البي زد. ويا دكتور محمود احنا في نفس الكومباوند، فاللي بيحصل هنا بيحصل هناك. فبالتالي الهايبريد اوربيتال اللي عندي هنا اس بي 2 وهنا اس بي 2، اللي فاضل عندي مين؟ البي زد. فيبقى عندي هنا بي زد ومع بي زد، ف بي زد مع بي زد واس بي 2 مع اس بي 2، الانسر سي. كل الكومباوندز دي بتعمل اس بي هايبريدايزيشن اكسبت ايه؟ السي 2 اتش 6 ولا الكومباوند ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ انا عايز مين اللي ما بيعملش نوع الهايبريدايزيشن الاس بي. بص ال سي 2 اتش 2 ده اللي احنا لسه كاتبينه فوق دلوقتي حالا اهو، ده السي 2 اتش 2، ده الايثيلين. احنا لسه جايبين حالا ان هو من النوع اس بي 2، فهو ده اكيد مش هو ده اللي بيعمل الاس بي خالص. تمام. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده يا صديقي العزيز بيقول الآتي: which of the following compounds don't agree in the type of hybridization of the central atom؟ يعني مين مش شبه بعض في الهايبريدايزيشن؟ والله اللي مش شبه بعض في الهايبريدايزيشن سي. تعالى مثلا نرسم البي اي سي ال 2 كده اهو، وتعالى نرسم ال اتش 2 او كده اهو. ال اتش 2 او قلناها مليون مره انها من النوع اس بي 3، والبي اي سي ال 2 ما عندهاش غير 2 سيجما ومفيش لون بير، يبقى هي اكيد من النوع مين؟ اس بي. فدول غير متماثلين تماما. بيقول لك ليه مفيش اكسايتيشن بيحصل في النيتروجين اتوم في الامونيا اللي هي شكلها عامل كده؟ نفس الكلام بقى قلناه كتير. ليه؟ نفس الكلام الميه. اولا مفيش فيسنت اوربيتال هنا. النيتروجين عامل كده، عباره عن 2 اس 2 2 بي 3. طب بالله عليك هنا عندي اي اوربيتال فاضي ما فيهوش الكترونات؟ لا، يبقى ما بيحصلش اكسايتيشن. تاني حاجه، انت اصلا يا دكتور محمود محتاج تعمل 3 بوند وعندك 3 سنجل. فيعني يعني مثلا انا شبعان اروح اطلب اكل ليه؟ يعني اروح اعمل اكسايتيشن ليه؟ انت فاهم؟ فاقول له مفيش فيسنت اوربيتال بس. يعني ده ابسط حاجه ممكن تقولها. طب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول study the following compound well then answer the following question. Identify the type of orbital, information the bond between a carbon atom number 2 and number 3. حلو. number 2 number 3. ايه نوع الاوربيتال اللي مكونه البوند؟ بص يا دكتور محمود، احنا والله عندنا هنا، تعال نفكها شويه كده اهو 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 اهو. الشكل ده كده انا نزلته زي ما هو. يا دكتور محمود مش دي سيجما بوند ما بين كربونه وكربونه؟ يبقى اكيد هايبريد وهايبريد. نوع الهايبريدايزيشن هنا يا دكتور محمود اس بي 3. وتعالى بلون تاني عشان انت حولتنا بقى ايه، نشوف نوع الهايبريدايزيشن هنا كام. اس بي 2. يبقى اس بي 3 مع اس بي 2، او اس بي 3 مع اس بي 2. هاو ميني سيجما بوند ار زير بتوين الكربون اتوم ان ذا مولكيول؟ عايز عدد السيجما ما بين الكربون المره دي. خلي بالك ده نموذج ايه، مختلف عن ايه، فعايز يلخبط اللي بيغشوا من بعض، بدل ما يشوفوها مثلا ايه، عدد السيجما ما بين الكربون والهيدروجين. ده بقى سؤال مختلف ما بين الكربون والكربون. فعندي واحده هنا اهي
والتانية اهي التالتة الرابعة. تمام، فيبقوا 4. How many sigma bonds are there between الكربون atom in the molecule؟ سوري، انت مش عارف في ايه، ليه دايما اكتب الرقم فوق؟ هو هنا الإجابة 4 اهي. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك element X في الجروب 16. خلاص فهمنا بقى ان ده 6A. فعايز اعرف نوع الهايبريديشن في سنترال اتوم according to valence bond theory لما يعمل كومباوند اسمه H2X. طب اولا جروب 6A زي مثلا زي الاكسجين، ف H2X زي H2O. عرفنا بقى ان الميه ايه نوعها Sp3. طيب بيقول لك كله ده بيعمل Sp3 ما عدا مين؟ والله يا دكتور محمود يعني تريبل بوند دي يعني تشككني اكيد مليون في الميه مش Sp3 خالص. تعالى نرسمها مثلا كده، يلا. عدد الريجن كام؟ هنا في سيجما وهنا في سيجما. لو التوتال 2 لان مفيش كده كده لون ب، هيبقى النوع اس بي. فطبعا دي هي الايه اللي مختلفه. which pair of the compound agree in type of hybridization of central atom؟ مين شبه بعضه؟ والله اللي ممكن يكون هنا شبه بعضه، تعال نجرب يا عم مش هنخسر حاجه. C2H2 اللي دي تترسم كده، BeCl2 بتترسم كده. تعال نشوف عدد الايه الريجن هنا وعدد الريجن هنا. عدد الريجن هنا كام؟ 1 2 3. عدد الريجن هنا كام؟ 2. لا مختلفين طبعا، وش مختلفين. تعالى في السؤال اللي بعده. NH3 و BF3 هيكونوا مختلفين برضو. BeCl2 H2O هيكونوا مختلفين، وهو عايز يتفقوا في نوع الهايبريدايزيشن. يبقى ما قدامناش نجرب مثلا غير، تعالى نجرب NH3 و BF3 برضه غالبا هيكونوا مختلفين. ادي NH3 وادي البي اف 3. عدد الريجن هنا كام؟ 3 سيجما بوند اهو. عدد الريجن هنا كام؟ 4. فبرضه مختلفين غلط. طب يلا نجرب اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وغالبا السؤال ده فيه غلط، يعني مفيش اجابه هتنفع هنا. C2H4 ادي C2H4. احنا قلنا اوريدي C2H4 دي قلناها قبل كده هتبقى SB2. ال H2O قلناها قبل كده هتبقى SB3. حلو. البي سي، هو سوري انا ما شفتش الاولانيه دي شفتها C2H4، لا دي C2H2. فالاولانيه كانت C2H2. ال C2H2 تترسم كده. ال C2H4 هي اللي فيها دبل بوند، ال C2H2 فيها تريبل بوند. يبقى C2H4 دبل بوند، ال C2H2 تريبل بوند. تريبل بوند لا، يبقى كل كربونه عندها 2 سيجما بس، فيبقى التوتال 2 والنوع اس بي. البي سي ال 2 زي ما عملناها كانت من النوع فعلا اس بي برضو، لانها عامله كده. فيبقى عندك 2 ايه سيجما. فهتبقى الانسر باذن الله تعالى هي الانسر ايه. كده احنا خلصنا هذا الويك. اتمنى ان انت تكون استفدت. واحنا بنحل بسرعه هذا الويك، مش زي الحل التفصيلي اللي بنحله في كتاب المعاصر، ده بيبقى الاساس بتاعنا والكور بنبقى اقوياء فيه عشان بنحل اسئله اكتر، اللي حوالي من 40 ل 50 سؤال، ثم بنيجي نتسلى باسئله التقييمات. فلو انت في اي مشكله معاك انصحك ترجع لفيديو حل المعاصر تتفرج عليه. لو انت اصلا عندك مشكله في فهم الموضوع فاحنا شارحين المنهج كله بالكامل على اليوتيوب. اتمنى لك التوفيق وصلي بينا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.